المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ في تصفيات كأس العالم بعد أن قدم أداء استثنائيا جعله يتأهل مبكرا إلى المونديال بالعلامة الكاملة. ومع ذلك لا تزال الجماهير المغربية تترقب الجولة الأخيرة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو في مواجهة تعتبر احتفالية أكثر من تنافسية، لكنها تظل فرصة جديدة لإظهار قوة المنتخب واستمرارية تألقه. أسود الأطلس بصموا على مشوار مثالي خلال التصفيات، حققوا فيه الانتصار في جميع مبارياتهم وجمعوا 21 نقطة من أصل 21 ممكنة، مع أداء هجومي قوي وصلابة دفاعية كبيرة جعلت المنتخب المغربي يعتبر الأفضل في القارة خلال هذه التصفيات. في المقابل يعيش منتخب الكونغو وضعا صعبا للغاية، حيث يحتل المركز الخامس برصيد نقطة واحدة فقط بعد نتائج مخيبة جعلته خارج المنافسة منذ الجولات الأولى. وستقام المباراة يوم الثلاثاء 14 من أكتوبر على الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب فوق أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وسط أجواء يتوقع أن تكون مميزة واحتفالية بحضور جماهيري كبير للاحتفال بتأهل الأسود إلى نهائيات كأس العالم. الجماهير المغربية تنتظر أن يواصل المنتخب سلسلة نتائجه الإيجابية وأن يثبت مرة أخرى أنه من بين أقوى المنتخبات على الصعيد الإفريقي والعالمي. فهل يكمل أسود الأطلس التصفيات بالعلامة الكاملة دون أي تعثر؟ شاركونا توقعاتكم لنتيجة مباراة المغرب والكونغو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد حول جميع مواعيد المباريات القادمة.